ازاي تتعلم اي حاجه وبسرعه. هقول لك في الفيديو ده تريكايه بسيطه تعملها علشان تسرع من عمليه التعليم بتاعتك، وانا شخصيا جربتها وبجربها. الفيديو ممكن يطول شويه، فلو انت جاي تاخد معلومه على السريع وتمشي الفيديو ده مش بتاعك. انت دلوقتي في رحله تعلم حاجه، كل ما تتعمق في الحاجه دي تكتشف ان العالم اللي انت داخل فيه ده بحر انت مش قادر تستوعبه كله، وده بالظبط اللي انا عايزك تفكر فيه. لانك انت عمرك مش هتستوعب بحر، فاهمني؟ مش هتكون ملم بكل حاجه في البدايه. فانا جاي اطمنك واقول لك انك مش لازم اصلا تعمل ده، يعني مش لازم فعلا تلم بكل حاجه في الاول. في حاجه اسمها اساسيات، وزي ما بيقول لك كده القاعده المشهوره 20/80، اللي هو 20% من المجهود مسؤول عن 80% من النتائج. في الحاجه اللي انت تتعلمها دي اساسيات، و20% بس منهم هو اللي مفيد انك تتعلمه في البدايه، وهيكون ده تمهيد الطريق لقدام. في المونتاج الاساسيات بتاعته مش شرط بقى انك يعني تتعلم ازاي تموشن جرافيك في الاول وتدخلها مع المونتاج. يعني انت ممكن تكتفي بانك تتعلم في المونتاج القص، وانك تدمج فيديو وانك تضيف لاير، وانك تضيف مثلا صوت ساوند افكت. الحاجات دي حاجات اساسيه سهل تعلمها. عندنا في الرسم مش شرط برضه انك تتعلم على طول في البدايه ازاي ارسم وجه كامل ومش عارف ايه، لا عادي. يعني انت ممكن في الاول ترسم عين لوحدها، ممكن ترسم بعد كده مناخير لوحدها، ممكن ترسم بق لوحده، وبعد كده تتعلم ازاي تجمعهم في بعض. ممكن مثلا تتعلم ازاي تعمل اساسيات في البدايه زي اساسيات لومس مشهوره قوي. فيعني كل مجال لازم تقرا عنه شويه، تعرف ايه هي الاساسيات بتاعته، ايه هي البيزكس بتاعته، علشان يعني ما تحطش نفسك في نقطه وحشه انك بتمشي في طريق مش هو الصح. يعني انت متى ما رسمت البلان الصح هتمشي وتتعلم اسرع، وده منطقي جدا. انت دلوقتي لو اتعلمت حاجه، انت دلوقتي لو عملت بس الاساسيات هتلاقي نفسك اتعلمت كتير قوي، وخدت في المجال كتير، وخدت شوط في المجال حلو قوي، ومستعد للتفاصيل. تاني حاجه انك تخصص وقت. خصص وقت لتعلم الحاجه بتاعتك دي. ايوه لازم تخصص وقت. دماغك بيحب قوي الترابط، بيحب قوي انك تستمر على حاجه مده معينه علشان يربط ما بينهم، يربط المهارات ببعضها. لما تخصص مثلا كل يوم نص ساعه للحاجه اللي انت تتعلمها ديت، دماغك هيربط اكتر، هيربط اسرع، فهتتعلمها اسرع. فلازم مهم قوي انك تخصص لها كل يوم حتى لو نص ساعه. تالت حاجه التطبيق. لازم تطبيق، لازم، لا ما فيهاش كلام، ما تناقشنيش في دي. هو الحوار ده عامل زي مسائل الرياضه. يعني انت دلوقتي لو جيت تحل مساله رياضه ما عرفتش، فرحت تشوف حل زي على اليوتيوب، بعد كده جت الامتحان وتقف كده، مش هتعرف تعمل حاجه، هتقف حرفيا كده. اول ما تلمح الحاجه تتعلمها روح طبق عليها باي شكل من الاشكال، حتى لو تطبيق بسيط. ما تقوليش بقى انها خلاص يا عم اتحفرت في الدماغ والعلم في الراس وكده. أروح خش طبق، مش هتخسر حاجه، انت جاي تتعلم في الاول وفي الاخر. وصدقني ده مش بس هيسرع من عمليه التعليم، لا ده كمان هيثبتها اكتر. يعني دايما اتربينا في حوار المذاكره ده انك لازم تحل علشان المعلومه تثبت. هو كمان نفس الكلام ده في اي تعليم. اخدت كورس مونتاج خصصت له نص ساعه، حلو، بس خد كمان نص ساعه بقى طبق على اللي انت اتعلمته، وده صدقني هيثبت المعلومه في دماغك اكتر. الخلاصه، اول حاجه تتعلم الاساسيات، 20% من المجهود مسؤول عن 80% من النتائج. تاني حاجه تخصص وقت. تالت حاجه التطبيق. ورابع حاجة تعمل فولو. صدقني ده هيخليك تتعلم أسرع. اكتب لي في الكومنتات لو عندك أي سؤال تاني، وسلام.